لو زهقتي من طرق الفراخ التقليدية من تحمير وشوي وسلق ومحتارة تعملي الفرخة بتاعتك ازاي، هقولك على طريقة الفراخ بالخضار وهرشحها لك بجدارة. لو ما بتحبيش الخضار هقولك ان ده مش طعمه كده خضار وعادي، دي حاجة كده ملهاش زي، ومهما احكي مش هتعرفي غير لما تجربي. طب تعالي بقى اقولك هتتعمل ازاي وتكون الفراخ دايبة كده. معايا نص كيلو فاصوليا خضرا، هغسلها كويس تحت مية جارية في مصفى. بعد كده هجيب طبق واضيفه فيها بعد ما صفيتها، وكنت جايبة برضو بسلة متفصصة جاهزة، هضيفها في المصفى وابدأ اغسلها عشان لو مطرح ايدي مثلا وانا ماسكة القشرة ايديا كان فيها تراب او حاجة ودخلت في الفصوص ما تبقاش كلها تراب كده ومتلبسة. فاغسلها تحت مية وبعد كده هصفيها وبعد كده هجيب الطبق واضيفه فيها، هشيلهم واجيب بقية الخضار. انا كنت جايبة جزر كوسة وفلفل احمر رومي، هنزل بيهم في المصفى كده واغسلها واحدة واحدة. تقدري تكتري الكوسة والجزر او تقللي تشيلي اي حاجة منهم براحتك، بس افضل ان كلهم يبقوا موجودين بيدوا طعم احلى. انا كترت الكوسة شوية عشان انا من عشاق الكوسة باي طريقة كانت. هبدأ كده اشيل الجزء اللي فوق واللي تحت من الكوسة والجزر، وده هيسهل الدنيا معايا اكتر وانا بحضر الخضار. تقدري برضو كده اللي هو تنضفيها من بره بالقشورة بتاعة البطاطس، تشيل القشرة. بس انا حابة ان انا اعمل لها شكل كده معين، فانا هيدوبك هشيل الراس وهشيل الجزء اللي تحت، وبعد كده هجيب المقمار واجي انضف الكوسة بالمنظر ده، الجزء اللي هو مشرشر فيها ده بحيث يديها شكل من بره. العين بتاكل قبل البق، فانت محتاجة الحاجة يكون شكلها يفتح النفس اكتر. معلش هي هتاخد وقت معاكي شوية بس اللي هو يعني هتطلع الحاجة احلى بكتير. هو الحوار كله مش هياخد منك 5 دقايق، بس هيفتح النفس اي حد يشوف الاكل. هشيلهم كده وبعد كده هبدأ اجيب القطاعة بتاعة اللفت دي واكمل بقى الشكل. يعني انا اديت شكل من بره مش هدي شكل من جوه، نقطعها كده بيها عشان تدي شكل حلو. بعد كده اخلص كمية الكوسة كلها هبدأ ان انا اجيب الجزر واقطعه بنفس الطريقة. هتقولي انا لسه بقى هجيب القطاعة واقطع، اقولك اعتبري نفسك ماسكة سكينة، هي يعني انت يا دوبك هتقطعي بيها بس مش اكتر، وفي نفس الوقت هيكون شكل الخضار حلو ويفتح نفس كل اللي ياكل منه. انا كده كنت عملت الجزر والكوسة وكان معايا حوالي بطاطسيتين كده وسط، قطعتهم مكعبات بنفس المنظر، هقطعهم شرايح تخينة وبعد كده هقسمهم على 4. تقدري تكتري البطاطس عادي، هي كده كده بيبقى طعمها هيتجنن اصلا. انا كده خلصت الخضار كله، هبدأ ان انا اقطع الفاصوليا بايدي كده سريع سريع عشان ننجز نفسنا، وبعد كده هشيلها هضيفها على باقي الخضار ومقص او سكينة. هجيب بقى كده الفلفل الاحمر واقطعه حوالي شرايح، مش عايزاه تخينة ومش عايزاه رفيعة عشان ما تتبلش وتدوب معايا في السوا وما تصهرش. هخلص الكمية كده بتاعة الفلفل واحطهم واكون ضايفة عليهم كمان البسلة، وهجيب بصلاية او بصلتين متوسطين وهقسمهم واقطعهم جوانح رفيعة. لو حابة انك تستغني عن الجوارح وما بتحبيش شكلها في الاكل ممكن عادي تجيبي البصل ده وتبشريه وتدعكيه بملح وفلفل وتتبلي بيه البطاطس والخضار والفراخ قبلها مثلا بساعة، بيعزز الطعم اكتر وبيكون افضل طبعا. لو انت بقى بتحبي كده شكله ظاهر زي تقدري تقطعي الجوانح وشكله مبيبقاش وحش، هو كده كده بيستوي وبياخد اللون وبياخد الطعم وبيدي طعم لذيذ كده عشان بمقامه. كده خلصت الكمية كلها، اجيب صينية واضيف فيها البصل اللي انا قطعته وبعدها هنزل بالخضار كله وهقلب المكونات دي كلها في بعض. بعدها هبدأ ان انا انزل بالتوابل بتاعتي. انا كنت مستعملة ورق لورا، كنت مستعملة توم باودر، بصل باودر، وشطة. احنا بنحبها تكون سبايسي وده اختياري بالنسبة لك، تقدري ما تحطوهاش عادي جدا مش هتفرق في الطعم قوي. بعد كده هضيف كزبرة، فلفل اسمر، وبشرة من جوز الطيب، واضيف حبهان لو عندك حبهان بودر هيكون افضل طبعا بيعزز الطعم. بعد كده هنزل بحبتين من القرنفل مش كتير عشان ما يبقاش الطعم بتاعها شديد في الاكل، وبعد كده ببريكها كتير بقى عشان يديها لون حلو مع الصوص اللي هينزل منها يبقى لونها كده تحفه. بعد كده بقى اضيف الملح واجيب بقى الفراخ وانزل بيها على الخضار والتوابل. هنزل بالكميه كلها، انا كنت مقطعه على كذا حته عشان هي تسهل معايا وتسرع معايا السوا. هقلب بقى التوابل بالخضار بالفراخ كده كله في بعض واخليهم يشربوا من بعض كويس جدا جدا.
وادعك بايدي كويس كده كأن بعصر المكونات كلها في بعض عشان تشرب من بعض والتوابل تتوزع كويس. هجيب بقى صينية تانية او اضيف ده كله في طبق. هجيب بقى الصينية التانية وابدأ ان انا اغلفها بورق ألمونيوم قطعة كبيرة كده وفوقها ورق زبدة. ده كله عشان نكمرها كلها ببعض وتنزل كلها المية اللي فيها وتشربها ويبقى طعمها حلو كده. بعد كده هبدأ ان انا انزل بالخضار والفراخ اللي احنا قلبناهم في بعض وارصهم كده واظبطهم. ولو تقدري تضيفي معلقتين صلصة تمام، ونضيف نص كوب مية مش اكتر من كده. كده كده الخضار هينزل ميته وهو الفراخ، والكمرة بتاعت الورق هتبقى تمام. ممكن تستغني عن كل ده وضيفي بقى في كيس حراري هيسهل معاكي من بقى لف في ورق ألمونيوم وورق الزبدة. ولو انتم من الناس اللي بتخاف من كيس الحراري تقدري تستعملي كده بورق زبدة وورق ألمونيوم. هخلص واحط عليها برضو طبقة من فوق من ورق الزبدة، واحاول ان انا ادخلها كده من جميع الجناب عشان اكمرها كويس. هقفل كده كأني بدخل حاجة جلاش جوه كده. وبعد كده بقية الألمونيوم هغلف واكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هدخلها رف اوسط. هوريكم دلوقتي كمان شكلها وهي في نص السوا. كانت ساعتها محتاجة لسه برضو نص ساعة. هنا كان شكلها خلاص ان هي خلاص نص ساعة، وهبدأ ان انا اقفل عليها. وده بقى شكلها بعد ما طلعتها. الخضار كله مستوي، الفراخ مستوية كويس جدا، شاربة من طعم الخضار. من احلى طرق الفراخ اللي هتعمليها يعني. حتى لو اللي عندك ما بيحبش الخضار يبقى طعمه هنا مختلف خالص. ولو بتعملي دايت كمان هيبقى مناسب ليكي جدا. احنا ما ضفناش ولا نقطة زيت. يعتبر كده خضار سوتيه بس بالفراخ وفي الفرن. يعني لو عملتي جنبه طبق رز ابيض مسلوق هتشبعي، وكمان الخضار جسمك استفاد منه ما تخنوش. وحاجة كده تفتح النفس المسدودة. انا بالنسبة لي قدمتها مع رز ابيض عادي، تقدري تعملها مع رز بشعرية، تكتفي انك تاكليها بعيش زي ما انت تحبي. عملنا حاجة كده تفتح النفس المسدودة. وهوريكم دلوقتي قد ايه الفراخ هتكون دايبة ومستوية شاربة جدا جدا من الخضار، والخضار شارب كمان من طعم الفراخ. مش هتبطلوا تحبوها ولا هتبطلوا تعملوها. عايزه اقولك ان هي تبقى ادمان بالنسبه لك من كتر حلاوتها. يعني لو عملتيها كل اسبوع مره، هقولك كل اسبوع مرتين حلو.